تحذيرات تاريخية كشفت عن الأفق المظلم للمفاوضات. إسرائيل لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة، وسينتهي بهم الأمر بأن ينسفوا السد. قلتها وسأقولها علانية وبوضوح، سينسفون ذلك السد وعليهم أن يفعلوا شيئا. محدش يقدر يحجز المياه على مصر كثير غيرك، خلي بالك لو عملت حاجة من غلط هنقع مع بعض وقع جامدة جدا. الاتفاقية بتاعتنا لا تعطينا الحق إن احنا نتصرف أي مية، لو حد عاوز يدينا مية ما عندهم معلش أهلا وسهلا. لسوء الحظ لم تنجح الأيام والشهور الطويلة من الجولات الدبلوماسية في تجاوز الخلافات الجوهرية. على مدى عقد كامل وصلت المفاوضات الثلاثية إلى طريق مسدود متكرر. الأطراف لم تتفق على نقطتين حاسمتين: آلية ملء السد في سنوات الجفاف، والترتيبات القانونية الملزمة لفض النزاعات المستقبلية. وبدلاً من التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق المائية التاريخية والقانونية، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التوتر أصبح فيها الخيار الاستراتيجي الأخير يلوح في الأفق. إن المياه بالنسبة لملايين البشر هي مسألة حياة أو موت، وعندما يتم استنفاد كل الحلول الدبلوماسية يصبح مصير شريان الحياة في يد القيادات الاستراتيجية. وفي سبتمبر عام 2025 كان الإعلان الإثيوبي الأحادي عن بدء الافتتاح النهائي للسد بمثابة تجاوز لكافة الخطوط الحمراء. ولكن خلف هذه الكواليس الدبلوماسية كان هناك جيل كامل يترقب، أطفال لم يروا النيل إلا مجرى خصبا للحياة، يلعبون على ضفافه، يحلمون بمستقبل يغذيه هذا الشريان الأزرق. مصيرهم كان معلقا بقرارات لم يشاركوا فيها. لقد بات واضحا أن الحفاظ على أمن وحياة أكثر من 100 مليون مواطن لا يمكن أن يكون رهنا لمفاوضات لا نهاية لها. هنا تضاءلت لغة الدبلوماسية لصالح لغة الاستعداد القصوى. تم إعلان حالة التأهب الكاملة على كافة المستويات. ففي اللحظة التي أغلق فيها ملف المفاوضات الهادئ وتأكد الجميع أن كل الأبواب الدبلوماسية قد أوصدت، كان القرار النهائي قد اتخذ بالفعل في الغرف العسكرية السرية. لقد صدر الأمر. هذا الوطن أنه قد أصبح له درع وسيف.
المهمة